لو لسه بقى النجريسكو بتطلع معاكي ناشفة وكده مش جوسي كده وغرقانة كده في صوص البشاميل، تعالي بقى هنعمل النهاردة نجريسكو حلوة قوي بمقادير مظبوطة قوي. هقولك ازاي تطلع معاكي جوسي ولذيذة قوي وبأقل التكاليف، وحتى مش هحط جبنة لكن هتطلع طعمها خطير. ويا مساء النور والسرور عليكم يا حبيبات القلب، يا أجمل الجميلات. الساعة دلوقتي 7، ولازم نعمل غدا. فقلت بقى اطلع صدور الفراخ كده ونعمل غدا سريع كده بسرعة، ونعمل كده احلى نجرسكو. قطعت كده صدور الفراخ زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. قطعتها كده قطع صغيرة قوي زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بقى بيها في مقلاية على النار وفيها معلقتين من الزيت، وقلبت كده الفراخ شوية. بعد كده حطيت عليها بقى التوابل اللي هي ملح وفلفل وبابريكا وشوية قرفة صغيرة، وكمان بهارات الفراخ. قلبت بقى كل التوابل الجميلة دي مع صدور الفراخ كده بالشكل ده، وهسيبها بقى على النار. بس قبل كده هقطع لها بقى شوية بصل كده حلوين هيدوا ليها طعم كده زي السكر. كمان هحط لها بقى قرن فلفل بارد مش حامي اهو، مش هنحط حاجة حامية يا جماعة، وهنسيبها بقى تستوي. ويلا بقى نعمل البشاميل. البشاميل بتاعتنا عبارة عن 4 أو 5 معالق من السمنة، حطيت عليها 5 معالق من الدقيق وهقلب. ولو حسيتي ان الدقيق نشف شوية ممكن نضيف شوية زيت كمان او سمنة. وهنقلب كده. انا بحب البشاميل يا جماعة مستوية، يعني الدقيق بيكون كده لونه اصفر في السمنه. وبعد كده نزلت بلتر كامل من اللبن، حطيت عليه بقى التوابل اللي هي مرقه وفلفل اسمر وشويه ملح، وهقلب كويس قوي. طبعا لازم ايدي كده في البشاميل علشان ما تعملش تكتلات ولا اي حاجه. هفضل كده اقلب فيها لحد ما تبقى بالقوام الحلو ده. بعد كده بقى حطيت حله على النار وحطيت فيها ميه، نزلت بقى بشويه توابل اللي هي مرقه وفلفل وملح. هنعمل ايه بيها؟ هنسلق بقى فيها المكرونه. طبعا حطيت المكرونه في كميه ميه مش كتيره لاني مش هرمي الميه منها، مش هشيل الميه منها خالص. هتبقى كده المكرونه بشكلها زي ما انتم شايفين كده. بعد ما استوت بقت بالشكل ده واتشربت كل التوابل. بعد كده بقى بدأت ان انا اجهز صاج الفرن عشان ادخل بقى النجريسكو الفرن. حطيت بقى شوية بشاميل كده في ارضية الصاج، وحطيت عليها المكرونة بالصوص بتاعها من غير مرمي المية بتاعتها ولا اي حاجة. حطيت شوية برضو بشاميل فوق المكرونة، وليكي انك تختاري اي نوع مكرونه بتفضليه. حطيت بقى صدور الفراخ اللي كانت اتبلت بالشكل الجميل ده، و هبدأ ان انا اغطي كل الساق بصدور الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده حطيت نص المكرونة التاني وفردته كده فوق صدور الفراخ. بعد كده حطيت كل البشاميل بقى ودخلتها الفرن، وكانت بالشكل الجميل ده. عملنا احلى نجرسكو بسرعة جدا، ما خدتش اي وقت، اقتصادية، سهلة، بتكاليف بسيطة. انا بدور ليكي على الوصفات اللي تكون طعمها حلو قوي وفي نفس الوقت تكون اقتصادية، ما تعملش تكاليف كتير، وفي نفس الوقت كمان ما تقفيش في المطبخ كتير وتعملي غدا كده بسرعة جدا. وده بقى كانت احلى نجرسكو. كانت خطيرة بجد، كانت حلوة قوي. يعني عايزة اقول لكم انها كانت غرقانة كده بصوص البشاميل. كمان قطع الفراخ كانت كتير وكانت حلوة قوي. عملنا بالظبط 500 جرام من المكرونة، ودي كانت مقادير 500 جرام من المكرونة. مظبوطة جدا، طعمها حلو قوي. ال المكرونة معايا كانت جوسي قوي. لو عجبكم الفيديو بقى لازم تقولوا لي رأيكم، ولو جربتوا المكرونة ضروري اعرف رأيكم. طبعا النجريسكو بتكون يا جماعة حلوة قوي، كلنا بنحبها وكمان العيال بيحبوها قوي. يعني انا عاملة صاج كده كبير لان ولادي ممكن يتعشوا منها كمان مش بس يتغدوا منها. طعمها حلو قوي، خطيرة جدا. عملناها بأبسط وأسهل طريقة. لو عجبكم الفيديو أو لو عجبتكم وصفتي ما تنسوش بقى تحطوا اللايك.